التأويل كما لا يخفى عليكم أنهم يحرفون النصوص الواردة في صفات الله سبحانه وتعالى لأن إثباتها بالنسبة لهم تجسيم، فيقولون إن اليد إثباتها تجسيم، وبالتالي نحن سنثبت لها معنى غير معنى اليد ونقول إن معناها القوة، القدرة، النعمة، أي شيء غير اليد، لأن إثبات اليد تجسيم. هذا هو التأويل. طبعا هذه أول تدليس وأول تحريف وأول كذب من هذا الخارجي الوهابي الذي لم نتعود منه سوى الكذب والتحريف والتدليس وعدم الخوف من الله تبارك وتعالى. وهذا الذي جعلنا نقول فيه أكثر من مرة بأن هذا الرجل ليس له علاقة تقريبا بالإسلام أو له علاقة بالصهاينة أو باليهود أو بالنصارى أو بالغرب بأعداء الله تبارك وتعالى بسبب أكاذيبه وتحريفه والدعوة إلى التشبيه والتجسيم الصريح الذي حتى لم يصرح به بعض الخوارج السلفية. أول هذه التدليسات وهي قوله أن التأويل يعطي لك نبذة عن التأويل بأنه شيء